كشفت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي المغربية جليلة أسرار عن علاقة قديمة جمعتها بالفنان المصري تامر حسني، مشيرة إلى أنه كان أول من اعترف لها بحبه. وكشفت عن محتوى آخر رسالة بينهم على تليفونها الخاص، وآخر لقاء جمعهم كان تاني يوم من زواجه. وقالت جليلة خلال لقاء تلفزيوني على قناة الجديد اللبنانية: بدأ كل شيء صدفة، كنت معجبة بتامر من فيلم عمر وسلمى سنة 2009، وقلت لصحابي وقتها انه لو في فنان مصري ممكن احبه هيكون تامر حسني، ومن ساعتها حصلت صدفة جمعتني بيه. وضحت هي ازاي اتعرفت عليه اول مرة من خلال صديق مشترك دعاها لحضور حفلة ليه في دبي، ودعاها على العشاء بعد الحفلة في اليوم التالي. وفي المرة دي شافت تامر حسني، وقالت لما شفته أول مرة حسيت بإعجاب متبادل، وقعدنا نتكلم لحد الفجر. وكملت كلامها وقالت: تامر هو اللي بادر وبعت لي صباح الخير بعدها، ومن وقتها بدأت العلاقة. شفت منه حاجات حلوة وحاجات وحشة، بس في الآخر نصيب مكملش. كمان اتكلمت البلوجر المغربية إن أول قبلة من تامر حسني كانت في البحرين، وقالت كانت على خدي لما دعاني لحفلة ليه في البحرين. وبينت جليلة إنها كانت مسمية على جوالها أو على تليفونها الخاص باسم بابي، مشيرة إلى أنها كانت بتشوف فيه والدها والسند في الحياة. كمان عرض المذيع على الشاشة محتوى آخر رسالة بينهم في تليفونها الخاص، وصفها تامر حسني بأنها قمر، وهي ردت وقالت له: كلمة منك بتخليني أفرح، بحبك والله. واتكلمت جليلة عن اللحظة اللي عرفت فيها بزواج تامر حسني، وقالت: كنت بجهز نفسي اني اطلع معاه على العشاء، وفجأة وصلتني مكالمة من صديق مقرب بلغني فيها بزواج تامر حسني، ولقيت اعلان الزواج على صفحته على فيسبوك، وحاولت الاتصال بيه لكن مردش. بعدها صرخت كتير وكسرت غرفتي في الفندق من الصدمة، ودخلت في حالة نفسية صعبة طلعت منها بعد سنين. وكملت حديثها وقالت: اتخذلت جدا، وده خلق عندي فوبيا من الحب وصوت الطيارات والسفر، لاني كنت بسافر كتير عشان اشوف تامر حسني. وعن اول لقاء بينها وبين تامر بعد زواجه قالت ان هي قابلته في السيارة، وقالت: عانقته وودعته وبكيت، مشيرة إلى أنه برر ارتباطه ببسمة بوسيل الارتباط المفاجئ بأنه نصيب، لكن ما حبتش تذكر ايه سبب انه هو سابها وارتبط ببسمة بوسيل. وعن علاقتها بالفنانة بسمة بوسيل بعد زواجها من تامر حسني قالت: بسمة مش عدوتي أبدا، صحيح كانت عدوتي في الأول، وكان في ما بيننا تلقيح كلام على السوشيال ميديا لسنين، بس أنا حاليا وصلت لمرحلة من السلام الداخلي والنفسي، وهي بعتت لي سلام مع صديق مقرب ليا اسمه حمودي، وأزمتي معاها انتهت خلاص، وأنا قدمت لها واجب العزا لما والدها توفى، وربنا يوفقها في حياتها ويعوضها بالأحسن. يذكر ان جليلة بتخرج للحديث عن علاقتها السابقة مع تامر حسني سواء اثناء زواجه او بعد طلاقه، وبتنشر اغانيه بشكل دائم، في حين ان ولا مرة علق الفنان المصري تامر حسني عن علاقته بيها سواء كانت حقيقية او مش حقيقية. والفنانة المغربية بسمة بوسيل اعلنت انفصالها في 27 ابريل 24 عن انفصالها بشكل رسمي عن الفنان تامر حسني، بينما قالت جليلة المغربية ان هي رجعت جددت علاقتها مع تامر حسني في سنة 2021 لما كلمها وقال لها ان هو وبسمة منفصلين، لكن ما كانش لسه حصل بينهم طلاق رسمي.